السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وفيديو جديد من فيديوهات شهر رمضان الكريم، وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض الكبة او الكوبيبة الشامي. طبعا كلنا بنحبها جدا على سفرة رمضان. هنعملها مع بعض اقتصادية بنص كيلو لحمة، بس عملت 30 واحدة. وهقولك على 3 اسرار مهمة جدا هتخليها ما تفكش منك في الزيت، وطعمها مميز جدا. وكمان العجينة هتكون مظبوطة معاكي 100%. تشكيلها هيكون سهل جدا عليكي. وهقولك كمان على طريقة تشكليها بيها بسرعة الصاروخ، يعني لو قدامك 100 واحدة هتشكليهم في نص ساعة. حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الكوبيبة بتاعتنا على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا 3 كوبايات من البرغل. انا استخدمت الكوباية المعيارية. وطبعا يا جماعة كل ما البرغل يكون نوع نضيف ومن شركة مضمونة، لا هيكون في حصى ولا في اي حاجة ولا محتاج يتنقى ولا اي حاجة خالص. بعد كده هنحط له معلقة كبيرة مليانة من البابريكا او معلقتين ونص صغيرين. وكمان هنحط له نص معلقة صغيرة من السبع بهارات او بهارات اللحمة. وكمان معايا رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود. وكمان هنحط لها نص معلقة صغيرة من الشطة، وده اختياري. هنقلب كل التوابل مع البرغل كويس لحد ما نخلطهم كده مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بمعلقة وربع كبيرة من الملح او معلقة ملح على حسب نوع الملح بتاعك. هنقلب كل المكونات اللي معانا في الطبق دي كويس لحد ما نتأكد انهم اختلطوا مع بعض كويس. وده اول سر من اسرارنا يا جماعة، ان احنا بنحط التوابل في الاول مع البرغل قبل ما ننقعه، علشان طول ما الحباية كده بتنفش وبتشرب من المية تشرب كمان من التوابل وطعمها يبقى حلو. ده اول سر من اسرارنا في طعم الكوبيبة، ان هي تكون تحفة. تاني سر من اسرارنا المية. معروف ان كل كوباية من البرغل بتاخد كوباية من المية المغلية على حسب الكوباية اللي انت حطيتيها. في الاول بنحط كوبايتين كده على ال3 كوبايات ونقلبهم لحد ما يشربوا كده المية بتاعتهم. وبعد كده هنضيف كوباية الا ربع التالتة، مش هضيفهم 3 كوبايات كاملين، لان كل برغل بيفرق عن البرغل التاني. فممكن اضيف 3 كوبايات وتبقى كتيرة قوي على البرغل، ويبقى طري مني ومعرفش اشكله، ويكون العجينة ناعمة قوي معايا وطرية قوي. فانا حطيت 3 كوبايات الا ربع، وهغطيهم كده وهسيبهم ساعة لحد الحباية كده ما تنفش وتشرب المية وتطرى. وبعد كده لو لقيتني محتاجة مية ممكن ازود، لكن لو زودت في الاول بيطرى معايا قوي، يعني زي ما انا بقول لكم كده بيبقى عجينة طرية قوي ما بعرفش اشكلها. ده تاني سر من اسرارنا، ان كمية المية اللي بنحطها في الاول ما تكونش كتيرة، بس طبعا ما تكونش قليلة علشان ما يكونش ناشف معانا. على ما البرغل كده يطرى تعالوا ما نعمل العصاج. معلقتين 3 كده من الزيت. هنزل عليهم بعد ما يسخنوا كده بالنص كيلو من اللحمة المفرومة. وهنفضل نقلب اللحمة كويس مع الزيت لحد ما تسخن كده وتبدأ تنزل كل المية والدهون اللي فيها، وبعد كده تشرب المية بتاعتها وتبدأ تفلفل. الحركة دي يا جماعة تحفة، في انها بتخلي العصاج اي زفارة فيه بتروح، وبيكون طعمه حلو قوي، بيفرق عن اننا بنحط البصل في الاول. كده تمام، اللحمة شربت ميتها وفلفلت كده. هنزل عليها ب3 حبايات من البصل مفرومين ناعم. وهنقلب البصل مع اللحمة لحد ما يشربوا كده من بعض، والبصلة تبدأ تدبل واشم ريحتها. اول ما تبدأي تشمي ريحة البصلة كده تبدأي بقى تحط لها معلقة كبيرة مليانة من الملح، او معلقة الا ربع على حسب الملح اللي عندك، ورشة كده من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البابريكا، وطرف معلقة صغيرة خالص من القرفة، يعني رشة بسيطة جدا، ريحة كده من القرفة بسيطة، ونص معلقة من السبع بهارات او بهارات اللحمة. ونقلب كل التوابل دي كويس جدا مع البصل واللحمة لحد ما كلهم كده يتشربوا وياخدوا من بعض. كده تمام، انا خلصت العصاج. وفي الوقت ده الناس اللي عايزة تضيف مكسرات ممكن يكسروا بقى شوية عين جمل، او على حسب المكسرات اللي هم عايزين يعملوها، اي مكسرات مجروشة، ويضيفوها في الوقت ده ويقلبوا ويطفوا عليها ويسيبوها. بما اننا احنا هنعمل الكوبيبة اقتصادية فمش هضيف لها مكسرات. هنا البرغل خلاص بعد ما عدى عليه ساعة، البرغل كده شرب من المية وشربها كلها وبقى طري وفي نفس الوقت مفلفل، يعني الحباية طريت ونعمت وبقت نافشة كده وطرية، لكن في نفس الوقت مش ناشفة، يعني الحباية مفلفلة كده ومش معجنة، لكن في نفس الوقت طرية وشاربة المية كلها. هننقلها بقى في طبق كبير علشان واحنا بنعجن تكون الدنيا سهلة معانا ومش صعبة.
وهنا معايا حباية متوسطة كده من البطاطس مسلوقة كويس جدا، وكمان حباية متوسطة من البصل. هبشرهم ناعم جدا الاول علشان وانا بعجنهم مع البرغل يبقوا سهلين عليا. بالمبشرة كده بالناحية الناعمة مش الخشنة بنبدأ نبشر البصلاية علشان تيجي معانا كده مبشورة ناعم. وبعد كده هبشر البطاطس برضو ناعم جدا علشان وانا بعجنها تكون سهلة معايا. كده تمام خلاص بشرت البصل اهوت والبطاطس. هبدأ بعد كده اضيفهم بقى على البرغل. زي ما قلت لكم البطاطس مسلوقة سلقة كويسة، يعني مسلوقة على الاخر. بعد كده هضيف لها نص كوباية من الدقيق الابيض العادي اللي بنعمل بيه الكيكه، اللي هو الابيض العادي اللي احنا بنستخدمه. وهحط لهم كمان 3 معالق كبار مليانين من النشا. وهنبدأ بقى نمسك الخليط اللي معانا ده كله ونعجنه عجنة محترمة. يعني لازم يا جماعة تفضلي تعجني بإيدك مش أقل من 10 دقايق. لو حسيتي ان العجينة ناشفة معاكي شوية بتاخدي معلقة مية بمعلقة مية. بصوا باخد رشة مية بس كده وبعجن. احتجتي تاني بتاخدي رشة تانية وبتعجني. اهم حاجه ان انت بتعجني كويس جدا العجينه دي لحد ما تنعم وتبقى مالسه معاكي. طيب انا مش قادره اعجن يا دنيا ودراعي واجعني. في الوقت ده لو عندك كبه او عندك هون او اي حاجه بتاخدي حته بحته وتعجنيها كده في الهون او في الكبه تضربيها وتحطيها لحد ما تخلصي الخليط اللي معاكي كله. اهم حاجه ان انت لو هتعمليها بايدك او بالكبه او بالهون او باي حاجه ان العجينه دي تنعم وتبقى طريه جدا. وما تكتريش الميه وانت بتعجنيها، رشه بايدك بسيطه واعجني وعينك كده ميزان لحد ما تبقى العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا زي ما انتوا شايفين العجينه متماسكه وفي نفس الوقت طريه وناعمه. العجينة دي ممتازة 100%. تشكيلها هيكون سهل جدا وعجينة ناجحة يا جماعة. بصوا من الآخر هتبقى سهلة معاكم في التشكيل ولا هتفك منك في الزيت ولا أي حاجة خالص. علشان نشكلها ويبقى التشكيل سهل معانا نص كوباية من المية هحط لهم معلقة كده كبيرة من النشا أو معلقة ونص من النشا ونقلبهم ونبدأ هنشكل بيهم. بتبلي ايدك كده بالمية بنشا وبتاخدي جزء كده من العجينة وتكوريها كده. حجم الكوباية المظبوط بيكون قد البضاية الكبيرة كده. بس قبل ما بتشكليها اهم حاجة ان انتي بتغطي العجينة كويس علشان ما تنشفش منك. وكمان العجينة اللي هتشكليها وتكوريها برضو بتغطيها علشان ما تنشفش منك. يبقى العجينة اللي انا باخد منها متغطية والعجينة اللي انا كورتها او شكلتها متغطية. وطول ما انا شغاله ببل ايدي كده في الميه بنشا وباخد قطعه وبكورها كده هتكون تشكيلها سهل جدا. وطبعا انا بشكلها كلها في الاول علشان بعد كده وانا بشكلها كوبيبه بقى بتكون سهله معايا ان انا باخد على طول وبشكلها على طول. وعلى قد ما تقدري طبعا ان انت بتخليها كلها حجم واحد. هنا خلاص بعد ما خلصتها عملت اهوت 30 واحده وحاولت على قد ما اقدر ان هي كلها تكون حجم واحد. الطريقة التقليدية في التشكيل العادية خالص ان احنا بناخد قطعة كده وبتبلي صباعك كده في المية بنشا وتبدأي كده تعملي تجويف جوه العجينة اللي معاكي او قطعة الكوبيبة. على قد ما تقدري بتخلي كل الاطراف او الحواف بتاعة الكوبيبة رقيقة او مش سميكة. كل ما تكون رقيقة كده او مش سميكة كل ما تديكي نتيجة كويسة. وطبعا بصباعك كده بتلفي جواها وتبلي صباعك في النشا وتلفي جواها لحد ما تخليها عامله زي الكوبايه كده. بعد كده بتاخدي شويه كده من العصاج وتحطيها فيها وتبداي بقى بالصباعين كده اللي هم دول وتبلي صباعك كده في الميه بنشا وتبداي تعملي لها البوزه اللي هي فوق دي وتسحبي لها كمان جزء كده من تحت اللي هو الشكل اللي معروف كده اللي هو لها بوزه من فوق كده وبوزه من تحت. يعني بوز مدبب من فوق وبوز مدبب من تحت. وده بمنتهى السهوله والبساطه كده بتمشي ايدك عليها بتعمليها. العجينه سهله وهتكون سهله جدا في التشكيل. وطول ما انت بتلفيها كده في ايديكي بتبلي ايديكي ميه ونشا علشان بتخليها ملسه وناعمه وبتسويها وبتخليها كده كوبايه ممتازه. بصوا بتكون بالشكل ده. وطبعا الحجم زي ما انتوا عايزين، لو عايزين تصغروها عن كده مفيش مشكله. تعالوا بقى ما اقول لكم على الطريقه اللي هتشكلي بيها بسرعه الصاروخ وهتكون سهله جدا. الخيار
بتجيبي خيارية كيوتة كده صغنونة وتبدأي بقى تبليها كده في النشا وتستخدميها بدل صباعك، بتديكي نتيجة سريعة ومذهلة. وكمان بصوا بتخلي الكوباية وهي بتفرغيها كده او بتجوفيها بتاخد شكل طولي، والشكل الطولي ده بيخليكي وانتي بتقفليها تبقى سهلة معاكي، بتديكي الشكل المظبوط على طول. بتحط لها شوية كده من العصاج وتبدأي بقى تقفلي عليها كده من فوق وتلفيها كده في ايديكي، وطول ما انت بتبلي ايدك ميه ونشا هتلاقيها بتتملس معاكي كده وبتتجلس كده من بره بشكل سهل وبسيط. ولما بنعملها بالخيارية بتديكي الشكل الطولي ده وبتتشكل معاكي بمنتهى السهوله. انصحكم ان انتوا تعملوها بالخيارة يا جماعه، اسهل بكتير من صباعكم، هتفرق معاكم وهتشكلوهم في ثواني. هنا بعد ما شكلت الكمية كلها وعملت 30 واحدة وشكلتها بالشكلين، المكورة كده من تحت ولها بوزة واحدة من فوق واللي لها بوزتين من الطرفين، اللي يعجبك شكليها بيها هتكون سهلة خالص. السر التالت من اسرارنا ان الكوبيبة لازم تتحط في الفريزر مش اقل من ساعة قبل ما تحمريها او تقليها في الزيت. ما ينفعش ان انا اشكلها واروح احمرها على طول او اقليها على طول، هتفك مني لازم. فيا جماعة بعد ما تشكلوها بتحطوها في الفريزر، سواء بقى هتفرزيها ان شاء الله لشهر رمضان او هتشتغلي بيها وتطبخيها يعني، فالحالتين لازم تحطيها في الفريزر الاول. بتحطيها ساعة وبعد كده نبدأ نحمرها، او لو هتفرزيها برضو بتحطيها ساعة وبعد كده بعد ما بتتجمد كده وبتتشمع بتبدأي بقى ترصيها في العلب او في الاكياس اللي انت تحطيها فيها، وتحطي ما بين الطبقة والطبقة كيس بلاستيك كده علشان يكون فاصل ما بين كل طبقة والتانية. انا حطيتها بقى في الفريزر ساعة، وتعالوا بقى اما احمرها او نقليها مع بعض ونشوف. سر كمان من اسرارنا ان الزيت بتاعها بيكون على درجة حرارة متوسطة، ما يكونش الزيت لا سخن ومولع كده وحامي قوي ولا هادي وبارد. الزيت بيكون درجة حرارته سخن متوسط وعلى نار متوسطة. في البداية بناخد من الزيت كده ونبدأ نرش عليها من بره كده علشان الزيت يغلفها كده من بره ومن جوه وتتشمع. اوعي تحركيها في البداية بشوكة او معلقة او اي حاجة، بتسيبيها في الاول لما بتتشمع وبتاخدي من الزيت كده وترش عليها من فوق. الزيت بيكون سخن فبيخليها تتشمع من فوق ومن تحت، وبتستني لما بتتشمع كده من فوق وتحت وتبدأ تاخد لون خفيف وتحس ان هي بدأت تجمد كده شوية، في الوقت ده تقلبيها. بتفضلي بقى تقلبيها كده في الزيت على كل جنب شوية علشان كلها تاخد لون واحد وتكون لونها موحد كده وجميل. وزي ما قلتلك من بداية التسوية لحد النهاية بتستوي على نار متوسطة. بصوا بعد ما استوت ما شاء الله انا بحب اطلعها لونها ذهبي كده يا جماعة. طبعا هي ما فيش فيها لحوم ولا حاجة من بره عايزة تستوي كتير. الطبقة الخارجية عبارة عن البرغل بس، والطبقة الداخلية العصاج مستوي، فتطلعوها لون ذهبي كده بيكون شكلها حلو قوي. في ناس بتغمقها او تخليها لونها بني كده ما بتبقاش شكلها لذيذ، بس طبعا في البداية وفي النهاية ده حسب رغبتك. بصوا شكلها حلو ازاي، ولا بقى فكت مننا في الزيت ولا اي حاجة. وده الشكل التاني اللي هو مكور من تحت وله بوزة بس من فوق واحدة. تحفة يا جماعة وريحتها تجنن. عملنا مع بعض كوبيبة اقتصادية بنص كيلو لحمة، عملنا 30 واحدة. شوفوا احنا بنشتري الواحدة من بره بكام، انتي هتعملي كمية حلوة قوي بالنص كيلو لحمة. الكوبيبة تحفة يا جماعة، والخطوات اللي احنا مشينا بيها وان احنا ننقع البرغل في الاول مع التوابل بيخلي طعم البرغل يجنن. الطبقة اللي بره بتكون مقرمشة والطبقة اللي جوه بتكون طرية، وطعم الكوبيبة يجنن وريحتها تحفة. جربوها يا جماعة بجد هتبهركم، وكل اللي هيدوقها هتعجبه جدا. الفيديو بتاعنا خلاص خلص والكوبيبة بتاعتي خلاص خلصت. لو عجبتكم الكوبيبة والقناة يا ريت تعملوا لي لايك، مستنياكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.